السلام عليكم. دايما مرهق وتعبان ومش مركز وبتنسى كتير، يبقى بنسبة كبيرة عندك أنيميا نقص حديد. أنا كريم شرابي، أهلا بكم في حب الطب. أنيميا نقص الحديد أشهر نوع من أنواع الأنيميا، حوالي 90% من الستات جالهم في مرحلة ما من حياتهم، والرجالة بنسبة حوالي 50%. في 2015 كان مصاب بيها حوالي مليار ونص، وتسببت في موت حوالي 54 ألف مصاب بيها في نفس السنة. أنيميا نقص الحديد مش من الحاجات السهلة اللي نستهزأ بيها، لأنها بتعمل مشاكل كتير زي صداع شديد، تعب وإرهاق باستمرار، وضعف في التركيز، وبالتالي تلاقي المريض دايما بيشتكي من إنه بينسى كتير. وغالبا كمان بيلاحظ إن شعره بيقع، وخصوصا لو ست، كمان لونه بيكون باهت ومش بيقدر ياخد نفسه بسهولة، وبينهك كتير لما يمشي، وبيحس بألم في رجله وأحيانا بتوصل لتشنجات. وبيلاحظ كمان إن ضربات قلبه سريعة، ولما يعدي على إصابته بيها فترة من غير ما نعالجها بيبدأ يحصل له تقعر في الأظافر، والتهاب متكرر في اللسان، وتشققات في زوايا الفم، وممكن كمان تسبب له ذبحة صدرية أو عدم انتظام في ضربات القلب، وبالتالي فشل في عضلة القلب. أما في الطفل بنلاحظ حاجة غريبة جدا، إن الطفل بياكل حاجات غريبة زي التلج أو الزجاج أو الرمل. طبعا أنت دلوقتي بتسأل ليه نقص الحديد بيعمل الحاجات دي كلها. خليني أوضح لك، إحنا عندنا في الدم حاجة اسمها الهيموجلوبين، اللي وظيفته إنه ينقل الأكسجين للجسم كله عشان الجسم يقدر يشتغل كويس. الحديد بقى بيدخل في تركيب المركب ده اللي هو الهيموجلوبين، فعشان كده لما بيحصل نقص في الحديد بيحصل بالتبعية نقص في الهيموجلوبين، فالأكسجين ما يوصلش بشكل كافي للجسم، فكل وظائف الجسم تتعب بسرعة. طيب إيه هي أسباب أنيميا نقص الحديد؟ عشان لو عرفنا الأسباب هنعالجها ونقدر نحمي نفسنا من الإصابة بيها. أول سبب من أسباب أنيميا نقص الحديد هو سوء التغذية، الشخص مش بياكل أطعمة غنية بالحديد. الحديد طبعا بيكون أكتر حاجة في اللحوم والأسماك والفراخ، عشان كده الناس النباتيين بيحصل لهم أنيميا نقص حديد. وده لأن الخضروات اللي فيها حديد زي السبانخ مثلا هي فعلا فيها كمية كبيرة من الحديد، لكن ما بيمتصش منها في الأمعاء إلا نسبة قليلة جدا. يعني اللي بيوصل للدم من الحديد اللي في الخضروات كمية قليلة أوي، لأن معظم الخضروات بيكون فيها الحديد من النوع النون هيم ايرون، والحديد اللي من النوع ده امتصاصه بيتأثر بالمشروبات والمأكولات، عشان كده امتصاصه قليل. أما اللحوم والفراخ والأسماك الحديد اللي فيها بيكون من النوع الهيم ايرون، وده ما بيتأثرش بأي حاجة تانية، والامتصاص بتاعه بيكون سهل وبسيط. تاني سبب من أسباب أنيميا نقص الحديد إنه يكون عنده مشكلة في امتصاص الحديد في الأمعاء. العيان بياكل كويس بس عنده مشكلة في الامتصاص، وده ممكن يحصل بسبب نقص حمض المعدة ال HCl اللي بيتفرز في المعدة، لأن الحمض ده له دور كبير أوي في امتصاص الحديد. علشان كده الناس اللي بتاخد أدوية الحموضة باستمرار ممكن يحصل لهم أنيميا نقص حديد. كمان الناس اللي عملت عمليات في المعدة زي تكميم أو تغيير مسار بيكون عندهم مشاكل في امتصاص الحديد. والناس اللي عندهم التهابات في القولون سواء كانت كرونز أو قولون تقرحي، ومرضى السيلياك ده برضه بيكون عندهم أنيميا نقص حديد. تالت سبب من أسباب أنيميا نقص الحديد هو النزيف، نزيف من أي مكان في الجسم، سواء كانت قرحة في المعدة، التهابات شديدة في جدار المعدة، البواسير، ممكن سرطان القولون، الستات اللي عندهم دورة شهرية شديدة ودي مشهورة قوي. حتى لو إنسان بينزف من مناخيره كتير ممكن يجيله أنيميا نقص الحديد. رابع سبب من أسباب أنيميا نقص الحديد هو الحمل والرضاعة، لأن في الوقت ده متطلبات الحديد بتزيد، فالأم ممكن ما تاكلش حديد كويس، ومتطلبات الحديد زادت في جسمها عشان الجنين، فيحصل أنيميا نقص حديد. طيب نشخص أنيميا نقص حديد إزاي ونتأكد من التشخيص؟ بعد ما بنشك في الأعراض هنطلب تحليل CBC اللي هو صورة دم، طبعًا كلنا عارفينه، وطبعًا هنلاقي فيه إن الهيموجلوبين قليل، والMCV اللي هو متوسط حجم كرات الدم الحمراء قليل، وكمان الMCH والMCHC اللي هم بيقيسوا تركيز الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء هنلاقيهم قليلين برضه. هل كده لما نلاقي التحليل كده نقدر نقول إنها أنيميا نقص حديد بنسبة 100%؟ الإجابة طبعًا لأ، لأن الحاجات دي بتقل مع أنواع أنيميا تانية زي الأنيميا المصاحبة للأمراض المزمنة، والسيدروبلاستيك أنيميا، والثلاسيميا اللي هي أنيميا البحر المتوسط. وعشان نتأكد بنطلب تحليل تاني اسمه ايرن بروفايل، وده بنشوف فيه 4 حاجات تأكد لنا التشخيص. أول واحد هو السيرم ايرن، وده عبارة عن مستوى الحديد في الدم. تاني حاجة هي الفيريتين، وده بيقيس مخزون الحديد. تالت حاجة هي الترانسفيرين ساتوريشن، وده بيقيس درجة تشبع الترانسفيرين بالحديد، اللي بالمناسبة الترانسفيرين ده هو اللي بيشيل الحديد وهو ماشي في الدم. رابع حاجة هي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي، ودي بتقيس ارتباط الحديد بالناقل بتاعه اللي هو الترانسفيرين. وخلّيني أبسّطها لك علشان دي بتلخبط ناس كتير مننا، وعشان كمان لو حد حابب يفهمها. تخيّل معانا إن إحنا في موقف عربيات، وعدد الرُكّاب على الأرض ده مستوى الحديد اللي هو السيرم ايرون، والميكروباص اللي هيشيل الرُكّاب هو الترانسفيرين، والترانسفيرين ساتوريشن ده هيكون عبارة عن درجة تشبُّع الميكروباص بالرُكّاب، والtotal iron binding capacity هي الأماكن الفاضية في الميكروباص. فبالتالي في أنيميا نقص حديد هنلاقي إن عدد الرُكّاب هيقل، ودرجة تشبُّع الميكروباص بالرُكّاب هيقل، وبالتالي الأماكن الفاضية هتزيد، والمخزون الحديد بالتبعية ليهم هيقل.
بعد ما خلاص قرينا الأيرن بروفايل وتأكدنا إنها أنيميا نقص حديد، نسكت؟ لأ، بندور على السبب اللي عملها من الأسباب اللي قلناها عشان نحل المشكلة نهائي. يعني مثلا لو راجل كبير في السن وعنده تغيرات في الجهاز الهضمي سواء إسهال أو إمساك، ممكن نعمل له منظار سفلي عشان احتمال يكون عنده سرطان قولون، أو منظار علوي عشان ممكن يكون عنده قرحة في المعدة. ولو ست عندها الدورة الشهرية شديدة نبعتها لدكتور نسا، وهكذا بقى في كل سبب علشان نحل المشكلة نهائي. طبعًا دلوقتي أنت مستني إن إزاي هنعالج أنيميا نقص الحديد. أول حاجة واللي تبين إن هو دكتور شاطر إنه يدوّر على السبب اللي كان متسبب في حدوث الأنيميا ويعالجه، ومعاها هيدّي المريض حديد، سواء كانت إقراص أو حقن أو نقل دم في الحالات الشديدة. والأفضل طبعًا إن إحنا نبدأ بالأقراص والحقن نخلّيها للنهاية في حالات معينة. المريض بيحتاج حوالي من 150 ل200 مللي جرام Elemental Iron يوميًا، وبننصح المريض إنه ما يشربش شاي ولا قهوة مع القرص عشان الحاجات دي بتأثّر على امتصاص الحديد. وبندّي معاه فيتامين سي عشان يزوّد امتصاص الحديد. ولو المريض اتحسن بنستمر من 3 ل6 شهور علشان نزوّد مخزون الحديد في الجسم ونمنع حدوث الأنيميا تاني، بس ده طبعًا كله بيتم بإشراف الطبيب المعالج. طيب ليه بنخلّي حقن الحديد في الآخر وفي حالات معينة؟ لإن الحقن دي ما ينفعش ندّيها عضل لإنها ممكن تعمل التهابات وخراج وتسيب علامات بني أو سودا مكانها مدى الحياة، وده طبعًا ما ينفعش وخصوصًا في الستات. طيب هتقول لي خلاص ناخدها وريد، إحنا فعلًا بندّيها في محلول في الوريد، بس لازم تاخد بالك إن مشهور جدًا إنه بيحصل منها حساسية شديدة تؤدي للموت. علشان كده أول جرعة لازم ناخدها في مستشفى علشان نتأكد إن ما فيش حساسية منها. وطبعًا التمريض بيكون عارف إن لازم ريت المحلول يبقى أبطأ حاجة، وكل أمبول حديد بنحط على 100 مللي محلول أو أكتر. وبنستخدم حقن الحديد في حالات معينة زي إن المريض مش قادر يستمر على الأقراص بسبب أعراضها الجانبية، أو لو المريض أخد الأقراص بشكل كافي وما حصلوش تحسن بيها، أو الأنيميا من البداية بتكون شديدة ومأثرة على القلب، أو لو المريض عنده مشاكل في الجهاز الهضمي تمنع امتصاص الحديد. في حالات بنضطر فيها لنقل الدم لو الأنيميا شديدة أو المريض دخل في ذبحة صدرية بسبب الأنيميا، أو هيدخل عمليات مثلا. وطبعا احنا عارفين إن الوقاية خير من العلاج، عشان كده حابب أقولك على أهم الأطعمة اللي تزود الحديد في جسمك وتحميك من الإصابة بأنيميا نقص الحديد. أول حاجة هي اللحوم الحمراء والكبدة والفراخ والأسماك. الخضروات اللي أوراقها أخضر غامق زي السبانخ مثلا، بس لازم نحطها في مية لمدة من 12 ل 24 ساعة قبل ما ناكلها علشان نقدر نستفيد من الحديد اللي فيها. الفواكه المجففة زي الزبيب والمشمش. وكمان احنا عارفين إن فيتامين سي مهم جدا لامتصاص الحديد، علشان كده مهم ناكل البرتقال واليوسفي والبطيخ والطماطم والفلفل الأحمر مع الأطعمة اللي غنية بالحديد. كمان لازم ناخد بالنا إن في أطعمة بتقلل امتصاص الحديد، زي الأطعمة اللي فيها كالسيوم زي اللبن والزبادي والقشطة، الأطعمة اللي غنية بالأوكزاليت زي الشوكولات، والأطعمة الغنية بالبوليفينول زي القهوة والنسكافيه. فلازم نبعد الحاجات دي لما نيجي ناكل أطعمة غنية بالحديد. وبكده نكون عملنا دكتوراه في أنيميا نقص الحديد، وربنا يحفظنا جميعا.